الله يا منتخب سوريا، ما هذا الإبداع يا السوريين، رغم لا يوجد ملاعب ولا يوجد دعم ولا بنية تحتية، وبداية إعمار سوريا فلسطين في الصدارة، وحي تأهلون بإذن الله. الله أكبر عليك المنتخب السوري، الله. سوري قاسيون نسوبون التاريخ، من كان وصيفا لكأس العرب 3 مرات يستحق أن يتأهل. بلنتي فار ما فيها شيء، بلنتي القطر والفار استدعى. هل من قرار؟ اتمنى سوريا تفوز بكل امان، الشعب السوري لازم يفرح بعد الظروف اللي صارت. ان شاء الله يلغى باذن الله، يلغى البلنتي. ما هو بلنتي يا ولد، فاول يا الجواتيميلي، هذا اللي ظلم الاتحاد قدام الهلال قبل سنتين مباراة 4-3. والله اني ما نسيتك يا الجواتيميلي. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، هي فاول اصلا، كرت اصفر، ما في بلنتي يا جماعه. بلنتي المنتخب السوري يظلم يا جماعه. شوف احمد الطيب، اترك المجاملات يا طيب، رزقك ما حينقطع لو قلت الحق. ما فيها شيء. حيلغى انا متفائل. سيلغى. هات يا الجواتيميلي، خلينا نشوف. نو بلنتي، نو. فرحة سوريا، ابكي ابكي ابكي، لا اضرب الحكم. ايوه ما هو بلنتي. تعادل سلبي ما بين سوريا وقطر في شوط المباراة الأول، على ما أظن بأنه سوريا وخوسيه لان المدرب حققوا المطلوب في شوط المباراة الأول، فلكل مدرب هدف. في شوط المباراة الأول سوريا بدها تطلع بالتعادل، لأنه كل ما مشت المباراة بالتعادل السلبي كل ما قطر صار بدها تفوز واندفعت إلى الأمام، فإحنا لازم نستغل هاي الشغلة ويسجل سوريا في شوط المباراة الثاني. محمود المواس مش داخل بالمنظومة، سوريا في انضباط. شكرا الياس هدايا، حارس بشخصية عظيمة. جميع المنتخب السوري عم بيقوم بأدواره، ضيعنا فرص، أكيد راح تتلقى فرص، بس ولكن في شوط المباراة الثاني إذا ظلت المباراة صفار في أول ربع ساعة أو ثلث ساعة، على خوسيلانا إنه يدخل الصلخدي لنكسب بالمرتدات ونقدر نخطف هدف ونتأهل إلى الدور الثاني. كل ما مشت المباراة بالتعادل السلبي كل ما المنتخب القطري انحط تحت ضغط وصار بده يمشي إلى الأمام وترك مساحات، فمندخل الصلخدي واللاعبين السريعين لحتى نقدر نأخذ هدف ونروح فيه على سوريا متأهلين. مش راح نروح، بنروح فيه على الدور الثاني بانتظار الشوط الثاني وبالتوفيق. شو متحمس يا جماعة. هيدا المنظر اليوم راح يكون بيناتهم، بين أهل سوريا داخل مدرجات. لأول مرة بحياتي حتابع مباراة سوريا الجديدة. طبعا تابعت مرة واحدة قبل سوريا هذيك السنة بكأس آسيا، سنة ونص تقريبا. دخلت شوط واحد وخرجت. بصراحة أنا ما يكون هي بصراحة قدامكم شوط واحد خرجت، هيدي قبل ما تتحرر سوريا، لأنه بصراحة صار في هتافات ما عجبتني. دخلت شوط واحد وخرجت وما حكيت عن موضوع السوشيال ميديا، لأنه صار اللي صار. المهم وهلأ لأول مرة أحضر سوريا وأنا من جوا فخر بقلبي، جوا فخر بقلبي، وأنا متأكد كل السورية هالمرة حيشجعوا سوريا من كل قلبهم وليس مثل قبل. وأنا بكل فخر بكل عز بعتز إنه كون يوم معكم بالمدرجات، بس كون معكم للأجواء الحماسية. أنا مش مع حدا، محايد. كل توفيق لكم ولقطر يلي بدي يفوز تحتنا قلبه، بس أنا إلي شرف كبير كون موجود مع الجمهور السوري الكبير يلي حيعمل زلزال الليلة بالمدرجات. إلي الشرف وإلي الفخر كون معكم يا أهل سوريا. من سوريا لدقيقة 90. ويلي يا ربك قريبين. هو انت غير فرحتنا اليوم، راح لك فدوى للشحماية. مباراة منتخب سوريا ومنتخب قطر مباراة حلوة كانت، نحسن نطلع فيها 1-0 الشوط الأول. عمر خريبين أنن بطابع وكب طابع والآمل مدافع، بس في هذا رقم 18 محمد عنز ما بعرف شو مين جابه،
المدرب مغير 4-5 بالتشكيله. افضل لاعب بالمباراه مع تونس هذيك المره محمد صلخدي، ما بعرف شو اسمه، بيت الصلخدي، حاطه سكور. يعني ما بعرف، هذا محمد عنز طابه ما بيعرف يسلم باص يا جماعه بنص الملعب، كل ما تجي الطابه بتحسه انه جاي عنده جره غاز بدها تقبع بوشه، خايف من الطابه، ما عم يعرف يعطي باص. ما بعرف شو المدرب، ما بعرف شو يعني. الشغله واضحه، في 4-5 لعيبه بالملعب ما لازم يلعبهم. سيمون امين ليش حاطه سكور؟ ليش حاطه على الاحتياط؟ اللعبه الماضيه كان من نجوم خط الوسط. كل حال خلص الشوط الاول صفار. هلا الشوط الثاني منتخب قطر بده يضغط لانه مطالب عليه بالفوز. منتخب سوريا لازم يعمل تبديلات، لازم ينزل سيمون امين، يطلع هذا العنز، وينزل الصلخدي نجم المباراه الماضيه. اذا عمل تبديلات فورا برايي راح يخرطوهم جول لقطر ويخرطشوهم. شايف هاي الصورة؟ عندك ضغطة وحدة، إذا إيدك إجت مثل الصورة صورها وتبعت لي إياها بالتعليق، وراح أدعم صفحتك الشخصية عندي وشيل كازوز بيرد. يعني ثبت إيدك في الصورة وبعت لي إياها بالتعليق وراح أدعم صفحتك بإذن الله. اليوم الساعة 8 مباراة بين قطر وسوريا الحبيبة، يعني أهلنا وناسنا قطر والنعم منهم والنعم من أهل قطر، بس سوريا أولاد بلدي وعزوتي. اليوم المباراة الساعة 8 راح تبلش بين سوريا وقطر، وراح نشوف مين راح يربح. تحياتي لسوريا وتحياتي لقطر، والشيل كازوز بيرد لعيون النانا وأجيانا. راح أدعم صفحتك عندي بالصفحة. الله يمحيي كل إنسان شريف وكل إنسان محترم. تحياتي لجماعة لاعبين الطابة. شيل كازوز بيرد.